أهلا بيكم في بودكاست سرداب القصص. أنا هبة وحابة أعرف رأيكم في قصة النهاردة. وقبل ما نبدأ صلوا على النبي في الكومنتات ودوسوا لايك للقصة واشتركوا في القناة علشان توصل لكم كل قصصي اللي جاية. صباح الفل عليك يا ست الكل. ايه يا قمر النوم ده كله؟ الساعة بقت 9 وانتي النهاردة وراكي سفر. يا ماما، أخيرا حلمي هيتحقق. هسافر القاهرة وأدخل كلية الطب، الحلم اللي من وأنا صغيرة نفسي أحققه. والله يا قمر انتي تعبتي وذاكرتي وربنا عوضك وحققلك أمنيتك. بس قوليلي يا بت، هموت وأعرف هتدخلي كلية الطب إزاي وانتي بتخافي وبيغمى عليكي لو شفتي قدامك إبرة؟ بس بقى يا ماما، بكرة هتعود وقلبي هيجمد وهبقى أشطر دكتورة وبكرة تشوفي. ماشي يا غلبوية، يلا روحي جهزي واشتري الحاجات اللي انت عايزاها علشان تلحقي تسافري قبل الدنيا ما تضلم. ما توجعيش قلبي عليكي يا قمر. أعرفكم بنفسي، أنا قمر، عندي 18 سنة، جبت مجموع كبير في الثانوية العامة. كان حلمي إني أدخل كلية الطب والحمد لله حلمي اتحقق. النهاردة هسافر للمدينة الجامعية في القاهرة علشان استلم أوضتي ووضبها وظبطها. الدراسة هتبدأ بعد يومين، لازم أنزل أشتري شوية حاجات قبل ما أسافر. أصلا أنا عمري ما رحت القاهرة قبل كده ومش عارفة لو احتجت حاجة هشتريها منين، فلازم أبقى مظبطة كل حاجة أنا هحتاجها معايا. عقبال ما اتكلمت مع ماما وغلسنا شوية على بعض وفطرت واتملكعت شويتين، الساعة بقت 2. لبست ونزلت وماما أكدت عليا متأخرش، لأن المسافة ما بين القاهرة وقنا مش أقل من 6 ساعات و45 دقيقة، وما كانتش عايزاني أبقى على الطريق والدنيا ليل. المهم إن أنا مهتمتش بالكلام قوي، ونزلت لفيت واشتريت كل اللي نفسي فيه، واشتريت كل الحاجات اللي أنا ممكن أحتاجها خلال أول أسبوعين علشان ما بقاش محتاجة حاجة هناك لحد ما أتعرف على بنات أو أعرف الطرق. رجعت البيت الساعة 7 بالليل، لقيت ماما متضايقة. هزرت معاها شوية ونسيتها اللي أنا عملته وإن أنا رجعت متأخر، وبابا كمان قال لها عادي ما تكبريش الموضوع، البنت كبرت ويدوبك هتركب السوبر جيت هيوصلها لحد هناك، ما تقلقيش انت عليها. ماما كانت عينيها كلها خوف، بس أنا سبتها ورحت حطيت الحاجات اللي اشتريتها في شنطتي وأخدت باقي شنطي ونزلت مع بابا. وصلني لحد السوبر جيت وركبني ومشى بعد ما الأتوبيس اتحرك، وبدأت رحلتي في الأتوبيس. في الأول غلبني النوم وحلمت بكل كلام ماما ليا وإنها مش عايزاني أمشي على الطريق والدنيا ضلمة. صحيت وأنا خايفة، الشوارع كلها كانت ضلمة والناس حواليا نايمين، ما كانش في نفس، كنت حاسة إن أنا بموت، كنت حاسة كأني في قبر، مفيش صوت نهائي، مفيش غير السواق هو اللي بيتحرك. كنت خايفة من كتر الهدوء اللي حواليه ينام هو كمان. حاولت أرجع أنام تاني لكن ما قدرتش، وكل ما بص من الشباك قلبي يوجعني، بس فضلت بصة من الشباك على أمل إن أنا ألاقي أي إضاءة أو نور غير نور كشافات الأتوبيس اللي أنا راكباه يعرفني إحنا فين أو حوالينا إيه. فجأة لمحت نور خفيف وعرفت إن إحنا ماشيين في طريق مفهوش مفترق، مفهوش ولا شمال ولا يمين ولا في حتى دوران. وبعدها الدنيا ضلمت تاني وحسيت إن الأتوبيس بيهدي السرعة، وشفت من الشباك اللي جنبي مقطورة كبيرة لونها أسود راكنة على جنب. مش عارفة هو ده كان لونها ولا بسبب الضلمة أنا شايفاها سودة. وقبل ما أفكر أو حتى أخاف، سواق الأتوبيس زود السرعة تاني، زودها قوي وطلع يجري، والمقطورة اللي كانت واقفة بقت بتجري ورانا، ونور الكشافات بتاعتها بقى منور كل الأتوبيس تقريبا. والغريب إن محدش من الناس اللي في الأتوبيس صحى، وأنا ما كنتش عارفة فيه إيه. قمت من مكاني بسرعة وجريت على السواق، والمفاجأة لو حابين تكملوا معايا القصة قولولي في الكومنتات ودوسوا لايك للقصة واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، واستنوني بكرة في نفس الميعاد.